بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أو صباح الخير عليكم. أولا، أنا دايما بحب أتكلم أو أقول يعني تعليقاتي أو كومنتاتي الكروية على كومنت أو بوست أو حاجة زي كده. بتبقى في بوست أو بتبقى مكتوبة، يعني عامة ما بعملش فيديوهات. المرة دي بس يعني قررت ان انا ارد مثلا فيديو على بعض النقط البسيطة، خاصة طبعا بفريق الزمالك. اللي عارفني عارف ان انا زملكاوي وبتابع الزمالك من اكتر من 20 سنة وبشجعه يعني. في كذا حاجة بس الأيام دي بتحصل بتخلي الواحد ما ينفعش إن هو يكتب يقول كل اللي عايز يعلق عليه يكتبه في بوست يعني. فبيبقى محتاج الواحد يتكلم معاه يقوله في فيديو. آه، يعني حتى لو الفيديو ده ما اتشافش أو ما مش هي دي الغرض مني، يعني على قد إن أنا عايز أكون بعلق على بعض الأحداث، إن الكلام ما بقاش ينفع يتقال مجرد بوست. يعني الموضوع هياخد أكتر من كده. اولا طبعا بخصوص اخر ماتش اللي كان بين الزمالك وسموحه. طبعا يعني غالبيه الزملكاويه اللي فاهمين واللي دارين عارفين ان النتيجه طبعا متضايقه الواحد، وان احنا عندنا على الدوري، وان الدوري ما كانش بعيد بالذات بعد ما انت كسبت الاهلي، وان انت قربت من البطوله نوعا. ونتكلم بصراحه، مع كل اللي بيقدمه بيراميدز من نتائج، وان هو متصدر المنافس الاول والاوحد هيكون هو النادي الاهلي. فانت قدرت انك تكسبه وقربت من الدنيا، بقى فرق 6 بونت في حالة ان انت خلصت كل مؤجلاتك وهو خلص كل مؤجلاته في ماتش. يعني مش هنقول ماتش صعب، ده ماتش في المتناول وفي اسهل وفي اقل من المتناول. كنت ممكن انك تكسب 3 بونت بكل سهولة، زي ما عملت في ماتش الداخلية برضو في اقل مجهود. قصدي في ماتش البنك الاهلي بأقل مجهود كنت ممكن ان انت تطلع ب3 بونت، ب3 نقط يعني. لان اولا سموحة مش في احسن حالاتها، ورغم ان احمد سامي مدرب كويس جدا بس مش هو الفريق المرعب، بدليل ان هو سموحة تقريبا يعني في تاريخهم مع احمد سامي اول ماتش يلعبوه ضدنا يكونوا تحت الكورة كلهم كده، وبيلعب على التحولات، مش فاتح الملعب وبيهاجم وبتاع، لانه عارف ان فريقه السنة دي مش في احسن حالة. بدليل ان انت مع اسوريو مع العك اللي كان حاصل قدرت ان انت تكسب سكور عليه بسبب ان هو كان فاتح الملعب، وهو فاهم الجيم كويس وعارف ان انت معاك لعيبه خط نص بتستحوذ والكلام ده، وقرا الجيم من الاول. وانت اخترت لعيبه مش متناسب للموضوع ده، يعني بصرف النظر بقى ان انت عايز تريح. طبعا احنا كل عينينا على الكونفدراليه وعايزين ناخد الكونفدراليه، مفيش اي مشكله، وان شاء الله تبقى من نصيبنا. بس برضو يعني ما ينفعش ندخل نهائي الكونفدراليه واحنا مغلوبين، يعني ما كانتش هتبقى هي خلاص حصلت فعلا اتغلبنا، بس كانت هتفرق جامد قوي ان انت لو كنت مكمل سلسلة الانتصارات، او على الاقل خرجت ببوينت يعني اتعادلت. قدر الله ما شاء فعل واتغلبنا. بس يعني مستر جوميز مع، يعني هو طبعا في تحسن كتير في الاداء الدفاعي نوعا عند بعض اللعيبة، لكن معضلة خط النص ومعضلة اختيار الأشخاص في خط النص، يعني أنا مش عارف هو ده بسبب القايمة اللعيبة اللي مش مسموح لك في الكونفدرالية، ولا ده نمط عندك يعني. أنا بس هي دي النقطة اللي الواحد خايف عليه، إن أنت بتغير كتير قوي لعيبة خط النص وبتجيب لعيبة وبتلعب لعيبة وفجأة بتستبعدها. واحد زي مهاب ياسر اعتمدت عليه في ماتش أو ماتش ونص في فترة وبعد كده اختفى. محمد عاطف ما شفناهوش. موتيابا قدم مردود كويس نوعا في ماتش الاهلي، ومردود وحش جدا في ماتش دريمز اللي هنا، وبرضو رجعته تاني ودخلته الجيم ولعبته اساسي في ماتش مهم زي ماتش سموحه. معلش، رغم ان هو باين من ماتش دريمز ان هو مش ماتشه خلاص، يعني هو ماتش الاهلي سبب بقى حالة الاهلي هي كانت ماشية معاه او هما مش فاهمين ايا كان يعني. نوعا ما قدم مردود كويس، هو ما كانش سوبر ستار يعني في ماتش الاهلي، ما كانش نجم اصلا في ماتش الاهلي، ما عملش حاجة ملفتة يعني.
بس برضه في نفس الوقت قدم اداء نوعا احسن من العك اللي بيقدمه في الماتشات التانية، وصبرت عليه كتير وصبرت على التغييرات كتير. ما ده اللي انت واخده يعني. خلاص الماتش باين من بين الشوطين ان احنا اوريدي الناس دي مش لو قعدنا نلعب شوطين تانيين ونفضل مستحوذين، لو جبنا جون مش هيبقى من طريق الناس دي. لازم نغير يعني، لازم ان احنا خلاص يعني الجزيري مش كده كده احنا متعودين عليه وبيضيع كتير باستثناء ماتش الاهلي، وبعد كده رجع تاني يقدم نفس المستوى اللي بيقدمه. آه، ناصر ماهر وعبد الله اللعيبه من كتر ما هم بيحاولوا يعملوا اي حاجه مفيش حد فاهمهم في الملعب. زياد كمان مش وحش بس برضو ما يشيلش خط نص لوحده. ومع يعني انا برضو عبد الله الماتش ده انا مش فاهم هو لعب 8 ولا لعب 10، وناصر لعب 8 ولا لعب، وسيف جعفر كان دوره ايه الشوط الاول كله؟ انا سيف جعفر بجد ما شفتش كده. يعني انا لدرجه ان انا نسيت اهو انا بتكلم في اول الفيديو ان سيف فاروق جعفر لاعب اصلا. فانا يعني مش فاهم كان اختيار يعني. هو سيف كان بيلعب 10 بيلعب 8 بيلعب ايه؟ محمد شحاته باك يمين مع يعني ماشي هو ما كانش وحش بس دفاعيا كان في شويه تحفظات لان هو مش مكانه مش مركزه. عمل كام حاجه كده في التغطيه مش كويس يعني، بسبب برضو ان هو لعيب مندفع نوعا بس يعني. بس الهجمات الخطره وبالذات اخر انفراد ده كان بسبب غلط منه. آه، ياسر حمد برضو الواحد ما يقدرش يقيمه، ما كانش وحش ما كانش وحش بس هو ما كانش حلو، اتزحلق كده في اول كوره بس بعد كده لم الدنيا. آه، مع تعامله مع الكوره مش وحش بس هو تحس ان هو متخشب شويه يمكن بسبب ان هو ما بيلعبش. نضاي كارثه 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 بجد. وفعلا هي الفكره ان انت بتتكلم ان ده اصلا وينج او جناح او ساعات كان بيلعب مهاجم ايام وادي دجله. شفت له ماتشات كان مهاجم. المفروض لمسته يعني لو هيبقى عنده عيوب هيبقى عنده عيوب دفاعيه. هو ما شاء الله ولا دفاعيه ولا هجوميه يعني، هو حتى لما بتجيله الكرة ما بيعرفش يتصرف فيها يعني. اللي هو اصلا باك اللي هو احمد فتوح لما بيلعب في مركزه طبيعي بنستفيد منه اكتر من كده. يعني بيتحرك وبيرقص وبيعرف يستلم، ده حتى ما يعني انت زي الجناح اصلا ومش عارف حتى ترقص واحد لواحد، مش عارف تعدي وترفع. باستثناء ماتش دريمز والاداء اللي عمله لما كان بيدخل ال 18 برضه نضاي مش حلو. فما ينفعش ان انت تبقى نازل مسلم الماتش كده من الاول. وسموحه فريق مش وحش يعني، احمد سامي مدرب مع يعني مدرب يعني مش صغير. مفيش فريق في الدوري اصلا يعني تضمنه. مفيش ماتش في الدوري تضمنه. الاهلي اتغلب من البنك الاهلي 4. البنك الاهلي جه بعد كده عمال يتغلب. بلديه المحله بتتغلب وفجاه تلاقيها عامله ماتشات كبيره. نادي انديه كبيره كده نادي زي انبي تعادل مع الاهلي في الدقيقه حاجه و90. الجونه والاهلي كان ماتش رخم، لولا الجون بتاع امام عاشور فك الدنيا شويه. فخلاص والدوري مش بعيد يعني، بجد 6 بونت عنك وعن الاهلي مش بعيد يعني، ما كانش بعيد. انك ترمي الفوطه بقى من اولها كده واحنا اصلا مش عارفين الدوري ده هيخلص امتى ولا عارفين اي حاجه. وانك تعمل كده وان لسه في اسبوع على الماتش الجاي. عندكش مش مشكله تريح بس ما تريحش كله كده يعني. زيزو كان باين من ماتش البنك ان هو مجهد. وحاجه اول مره لاحظها على زيزو ان هو الشوط ما كانش قادر يجري، وهو فعلا باين عليه انه جاب اخره في ماشي ريحه يا عم او ابتدي بيه وطلعه الشوط التاني. بدليل خاصة ان هو زيزو اصلا حظه عالي نوعا على سموحة يعني، تقريبا على ما اتذكر جايب فيها جونين او حاجة وكان في او 3. وجايب مرة فيها جون في الكاس يعني هو. ف نمشي الدنيا يعني ابتدي بأي حد. جعفر يعني احمد حمدي برضو ما اكيد ما بيشتكيش من الاجهاد لان احمد حمدي برضو لسه راجع من اصابه من فتره قليله ولسه لاعب يعني، ولسه رجليه. هو اصلا احمد حمدي نوعيه اللعيبه اللي عايز تاخد ماتشات عشان يرجع لمستواه. هو كويس ما قلناش حاجه بس برضو لسه ناقص شويه حاجات من حساسيه الماتشات، فالمفروض ما يقعدش. تريحه ليه اصلا؟ خاصه ان البديل واحد زي سيف فاروق. انت لو عندك الظروف طبيعيه مثلا يعني كمان انت يعني ما عندكش باك يمين يعني مثلا يعني شحاته هتحطه في النص او تحط شحاته في النص. لو هتطلع باك يمين طلع باك يمين من يعني بجد الناشئين اللي هم المفروض معديين ال 21 سنه و2 دول مش ناشئين، فنجرب حد فيهم. لو ما فيش حد فيهم ينفع ما ينفع يبقى خلاص ما ينفعش يلعب في الزمالك. لو عنده 22 سنه ولسه ما ينفعش يلعب في او 21 سنه ولسه ما ينفعش يلعب فريق اول، يبقى هو خلاص ما ينفعش يلعب اصلا في الزمالك. على الاقل ده مركزه. طلع حد من تحت يلعب في المركز ده. واخد احمد رفاعي معاك وما لعبش وما بيلعبش. والولد احنا شفناه ولمساته كويسه برضه. هيبتدي يلعب امتى؟ هيبتدي ياخد امتى؟ يعني حسام عبد المجيد مع احترامي ليه ناقصه كتير يعني. لما يبقى حسام والمسلوسي في الماتش
آه، يعني خطة لعبك لازم تعمل حساب ان الاتنين اللي معاك مش صراع. انت مع احترامي للاهلي، رامي ربيعه اللي الاهلاويه بيتريقوا عليه، رامي ربيعه عنده ميزه ان هو سريع. اخطاؤه كتيره في التمركز وبتاع، بس سريع. ومش سريع قوي، بس جنبه واحد سريع جدا، محمد عبد المنعم. فحتى لما الاهلي بيقع وبيتخش فيه جوان، بس برضو الماتشات المهمه تلاقيهم مركزين، وصعب جدا يتم ان هم، لان الاثنين في ميزه. يعني حسام عبد المجيد ينفع جنب واحد زي الونش. هو مفيش غير الونش بصراحه عندنا. ف يعني احمد رفاعي ده يطلع، اعتقد جسمه مناسب وشكله مناسب وسريع، والهيد بتاعه مش وحش. الواحد شاف في الماتشات الشباب اللي اتذاعت ياخد. عبد الله سعيد وناصر ماهر اتظلموا جدا في الماتش ده، وحاولوا يعملوا حاجات كتير، بس هم بيلعبوا لوحدهم تقريبا. يعني احنا لو بصينا على الكوره بالذات الشوط الاول، هم بيلعبوا لوحدهم لغايه عبد الله الشوط الثاني. هو تعب من كتر ما لمس الكوره، هو اللي بيعمل كل حاجه. هو اللي بيحاول يوزع والناس ما بتتحركش. يعني عبد الله ادى المتيبه ده تقريبا حوالي 4 أو 5 كور على حافة ال 18 كده، على أول ال 18. أي لعيب يعني 3 منهم مثلا ممكن متيبة يشوط منهم 2 ويعمل أسيستين جونين. استلم منهم كورتين طولوا، والكرة التانية حاول يحنكش بيها اتقطعت، فبرضه فضلت سايبه. اوباما مع برضه مستواه فارق معانا. يعني اوباما على قد ان هو الناس بتنتقده، بس هو فارق معانا جدا في الناحيه ساعات الدفاعيه خاصه. يعني ان احنا كنا بجد هنحتاجه جدا في ماتش نهضه بركان. على العموم هو ماتشه عدى. وتحكيميا او قصه التحكيم، يعني انا كنقاش على التحكيم، وبما ان انا زملكاوي فهقول اللي ليا يعني وهقول اللي عليا، لان ده الطبيعي فينا. الكرة بتاعت احمد حمدي طبعا ضربة جزاء. والمفروض ان انا اعرف ان الفار ما بيشوفش. يعني المفروض لما الحكم يروح يراجع، بيبقى في امكانيه عنده ان هو يعمل كلوز على الحاجه، ويعمل زي الدوري الانجليزي او الدوري الاسباني. ده ما بيحصلش. آه، محمد صباحي نادى في كرة حسام حسن. طبعا حسام مجيد غلطان انه شد، واي شده تعطى. يعني لو الكرة لينا هقول عليها ضربة جزاء فعلا، وهنعمل نفس المشكلة. فانا مش عايز امشي مع الناس اللي بتقول شده. ما دي شده بسيطة ومش شده بسيطة. احنا ساعات شدة سامسون هي ما كانتش بسيطة، بس قعدنا نقول ضربة جزاء. آه، هو حسام غلطان. حسام غلطان جدا انه مسك التيشيرت. ما ينفعش اصلا تمسك التيشيرت ليه؟ هو كده كده مديلك ظهره. يعني هيروح بالكرة فين؟ ما تسيبه يا عم يجري بيها لورا. طبعا ممكن يبقى فيها كلام، ممكن تتحسب. ولو ما اتحسبتش حسام ما ياخدش انذار يعني. بس برضو مش يعني، على الاقل اديني حقي عشان اقدر ادافع عن حقك. يعني اديني حقي الاول، اديني ده البيلن بتاع احمد حمدي عشان اقدر اقول ان دي. لكن انت اصلا واضح انك يعني ايه، زي توازنات. انا ما حسبتلهمش دي فمش هحسب عليهم دي. فدي مشكله الحكم، مش مشكلتي انا كزمالك. وتيجي تقول لي انا بتجامل ومش بتجامل. انا لو بتجامل كان دي اتحسبت ضربه جزاء بتاعت احمد حمدي، ودي ما اتحسبتش. مش هرجع فيها للفار اصلا كحكم. الاوفسايد بتاع زيزو ده كان نقدر نراجع فيه، نبص على الخطوط. برضو انا ما اقدرش اقول ان هو اوفسايد ولا مش اوفسايد. الخط اصلا مش موضح حاجه بجد. احنا عندنا فار شكلا مش فعلا، سواء ليا او عليا. يعني انا ما اقدرش اجزم في اي لعبه اوفسايد. يعني اوفسايدات من الحاجات اللي هي غير الحاجات الواضحه طبعا. الحاجات اللي هي بتبقى فيها لمسه ولمستين، ما تقدرش اي حد يجزم كده ان هي دي اوفسايد. مفيش تقنيه ليها لازمه. خطوط تحس انها معوجه، الخط مش مرسوم من اقرب حته اللي تحت. حاجات غريبه وفلوس مرميه على الارض، لانها ما بتتمش تطبيقها بشكل صحيح. ومش بقول انها معموله عشان تجامل حد او مش تجامل حد. دي قصه اتهلكت، وقصه نظريه المؤامره ومش نظريه المؤامره. انا هنا عامه لما ناوي ان انا اتكلم مش هغلط في حد او اقول حاجه، قد ما انا هتكلم في حق الزمالك. آه، لو في حاجه تستدعي ان انا اتكلم في نقطه التحكيم. لكن انا عامه هتكلم كاخبار او كوره او تعليق على شويه حاجات. استعداد بقى لماتش نهضة بركان ان شاء الله. يا ريت يعني، ما اعرفش اذا كان هيتم في معسكر ولا هتبقى آه، تدريبات عاديه. برضو انا عارف ان الراجل تقريبا مش بيأيد موضوع المعسكرات، مش عارف يعني دماغه ايه. بس طبعا الافضل ان هو يبقى في معسكر، خاصه ان هما ماتشين حوالي دلوقتي يعني اتلعبوا في اسبوعين. فالمفروض يبقى في معسكر او حاجه.
كل ثقة طبعا ان شاء الله نعمل نتيجة ايجابية هناك. وانا عامة بتمنى ان عوادي يعني على الاقل يجيب مستواه اللي كان في الدوري اللي احنا خدناه. تقريبا تاني دوري هو كان مستواه كويس جدا. او مستوى عواد، يعني هو انا بصراحة مع احترامي لعواد هو كان كويس، بس في التوب فورم بتاعه انا ما بطمنش. بس هو كان اداني ايحاء جامد جدا في فترة الدوري اللي بعد ما ابو جبل مشي وجنش وما اعرفش ايه ان هو عايز وعنده واثبت وعمل ماتشات حلوه وجاب لنا نقط كتير قوي في الدوري اللي احنا خدناه، في الاتنين دوري كمان مش دوري واحد. فكنت متفائل بيه. حصل له دروب غريب جدا مع وجود حارس زي محمد. هم بصراحه الاتنين وقعوا، وده الواحد ما بقاش عارف فيه ده مدرب حراس ولا ايه. اتغير عليهم تقريبا اربع خمس مدربين حراس مرمى وهم بنفس المستوى. يا اما بقى مدربين حراس كلهم نفس المستوى وحشين، يا اما هم اللعيبه نفسها عندها مشكله. عامة يعني بتمنى له كل التوفيق، وبتمنى ان هو يخيب ظني في الماتش ده بالذات، ماتش هناك ونطلع على الاقل يعني متعادلين او ربنا كرمنا وجبنا جون. بتمنى من جوميز يكون عارف هو من دلوقتي ناوي على ايه هناك، مش لسه بيفكر او لسه بيجرب. يعني عارف هيلاعب مين جنب دونجا، هيلاعب مين مكان مصطفى شلبي. البدايل هتكون مين في ظل عدم وجود شيكابالا، في ظل عدم وجود عبد الله وناصر في القايمه وسيف طبعا الحمد لله ان هو مش موجود. والله مع احترامي ليه هو لعيب كويس بس هو كسول، هو مش عايز يعمل حاجه. يعني سيف جعفر مش عايز يعمل حاجه، يعني سيف واحد مش عايز يشتغل على نفسه، مش عايز يهين نفسه، مش عايز يطور من نفسه. هو لعيب عنده اللمسه وعنده كل حاجه. الفرق بينه مثلا وبين واحد زي مصطفى شوبير، مصطفى شوبير ده بيهين نفسه عشان خاطر يبان ويقف ما يلعب على حارس زي الشناوي. هما الاتنين تقريبا نفس السن او حاجه، يمكن سيف جعفر اكبر كمان. انت كسيف عملت ايه يعني؟ ما كانت مفيش ماتشات يعني. يوسف اسامه اللي مشي وما رجعناهوش برضو، رغم ان انا ما كنتش شايفه الواو يعني، بس كان باين امارات يعني. كان عامل حاجات، جايب جون حلو جدا ومرقص نص الفرقه في ماتش تقريبا الحرس على ما اتذكر، وعامل اسيست في ماتش الاهلي واسيست تاني في ماتش البنك اللي كان مع عقرب وسيف الجزيري، خلصوا جونين في البطوله اللي احنا خدناها. فيوسف وسريع وعنده يعني. انت سيف بقى ما بتعملش اي حاجه، ولا بتدافع كويس، ولا بتبني هجمه، ولا بتسلم كويس. بقى عندك كروسات كويسه، اشتغل على نفسك. انت عندك كروسات كويسه، بتباصي وبتسلم كويس وبرجلك كويسه. ولما بتاخد عندك كده حاجه نوعا ما، طبعا ما فيش مقارنه بينك وبين امام، بس فيك حركه امام انك بتاخد الكره وبتزق لقدام. بس ما تعمل يعني بجد، ما تعملش مثلا ما تلعبش 70 دقيقه ولا 60 دقيقه ما تبقاش عامل غير طلعه واحده من دول. مفيش باصه عدله، مفيش اسيست، مفيش. فمحتاج تشتغل على نفسك كتير. عامة ترجع تاني للكونفدرالية والنهائي بإذن الله. آه، أتمنى يعني يكون جوميز عارف هيعمل ايه. أنا مش هقول أنا عايز ايه أو أنا وجهة نظر ايه، لأن عارف إن الموضوع صعب، وأنا هو أدرى وهو عارف وهو شايف. آه، الموضوع يعني مصطفى شلبي هو مش الأحسن حاجة، بس أنت يعني أنا كنت شايف نتمنى في ماتش سموحة مثلا نجرب حد ينزل جناح هناك. يعني جرب مثلا عاطف ولا مهاب تلعبه جناح شمال، او تبدله مثلا مع زيزو، او يبقى زيزو مثلا زيزو لعب شمال قبل كده فيبقى زيزو هناك. او لو انت مش ناوي بقى تلعب مش عارف بجد بصراحة يعني ايه اللي هيتم او ايه اللي في دماغك في النقطة دي. واتمنى بس ما يكونش الخطة ان احنا ننزل نلعب باربعة فيندر ولا باربعة في خط النص ومن غير مهاجم وكده، لان احنا محتاجين ان احنا نخطف هناك. لان هم يعني احنا عارفين ان هم هيحاولوا يسجلوا، هيسجلوا حتى في اي توقيت ب- بوجود حارس زي محمد عواد مستواه، ووجود خط دفاع فيه اخطاء كتير. فوارد جدا للاسف ان يدخل فينا جون. فالافضل ان احنا نلعب ان احنا كمان نجيب جون. بتمنى جدا ان ده يكون في تفكيرك، وان شاء الله يعني اي تحفظات او اي تعليقات على المدرب. اللي احنا قلناه ده كان خاص بماتش سموحة، وجهة نظر يعني، لكن كانتقاد او حاجة هي مش نقد اكتر من محدش بيقول ان هو مدرب وحش ويمشي وما اعرفش ايه. بس اهم حاجة يبقى، والكرة مكسب وخسارة وده وارد، بس اهم حاجة نكون عملنا الصح يعني.
والراجل بعد يعني في فرق في الشكل، في فرق دفاعيا نوعا ما، اتحسنا وقفات اللعيبه، في حاجات كتير قوي فرقت. بس ان شاء الله هو الكونفدراليه لازم يفهم ان باذن الله مفيش مجال غير ان احنا نكون فايزين بيها، لان هو باختياره خرجنا من سباق الدوري بنسبة 75% بسبب الماتش اللي احنا خسرناه ده. لان احنا لسه عندنا ماتشات تانية صعبة، فانت لما تضيع ماتش، يعني انت لسه عندك الاهلي تاني وعندك بيراميدز تاني، عندك فيوتشر تقريبا، عندك فيوتشر تقريبا بعد ف آه، دي نقطة، دي يعني نقطة من ضمن النقط. تاني حاجة بقى أخيرة يعني، أو بخصوص كابتن خالد الغندور. انا مواليد 82، وحضرت كابتن خالد وهو بيلعب، وهو حضرت جيل، يعني انا بدايه تشجيعي للكوره في الجيل العظيم اللي هو بتاع اشرف قاسم وجمال عبد الحميد واحمد رمزي، وكابتن اسماعيل. طبعا كل دول اساطير يعني في فتره الكوره، في منهم ناس عليهم تحفظات دلوقتي كبيره جدا اداريا او اشخاص او تعليقاتهم او ايا كان، بس انا بتكلم ككوره يعني، باستثناء احمد رمزي كوره وبره كوره. الناس دي كانت حاجة عظيمة جدا. وحضرت خالد الغندور وهو داخل وسطيهم بيبتدي حياته كلاعب كورة، وكان حد مختلف وان هو يثبت مكانه في جيل زي ده. وكان معاهم رضا عبد العال، صحيح برضو كان لعيب كورة ملوش حل بصرف النظر عن آرائه دلوقتي. ودخل في وسطهم وحجز مكان ليه، ولعب على خط نص كان جبار بقى، اسماعيل وخالد واسماعيل ورضا عبد اسماعيل يوسف ورضا عبد العال وعفت نصار وعصام مرعي لعيبه كبيره جدا ولعيبه كتيره هو حجز مكان ليه. وحضر من اللعيبه المحظوظه انها لعبت مع جيلين كانوا كبار جدا، ووصل فضل مكمل لغايه لما بقى كابتن الجيل الذهبي قبل ما يمشي ويبقى حازم هو كابتن الجيل. جيل حازم وتامر عبد الحميد وطارق السعيد وطارق السيد وحسام حسن وابراهيم حسن ومدحت عبد الهادي. فضل فالمهم الواحد يعني كلاعب كرة يعتبر كابتن تاريخي للنادي تقريبا، شايل بطولات اكتر حد على ما اعتقد. آه، فترته مع مرتضى منصور، او فترة شغله مع مرتضى منصور في قناة الزمالك وقبليها غير قناة الزمالك، خدت من رصيده كتير وخدت من مصداقيته كتير، وبرضه رغم كده بيطلع وبيتكلم، ودلوقتي بيقول عكس اللي كان بيقوله. يعني فترة مرتضى، يعني هي نقطة واحدة بس أنا عايز أتكلم فيها يعني، ان هو خلاص خسر جمهور الزمالك فعلا، اصل جمهور الزمالك اللي بجد مش السوشيال ميديا او الناس اللي هي تبع حد او حاجه. آه، ان جمهور الزمالك بيهاجموا جدا على يعني تلاقي الناس اللي التعليقات اغلبيتها اللي بتهاجمه هو زملكاويه من فتره. جروس، يعني دي كمان كانت بصرف النظر بقى عن ماليش علاقه بشخصيه، يعني هو ارتضى ان هو مثلا مرتضى يعامله بطريقه مش كويسه، وهو وافق بقى بيعامله بيعتبره ابوه، الله اعلم يعني، ايا كان دي حاجه تانية، دي حاجه شخصيه بينه وماليش دعوه، انا بتكلم كشغل. انت راجل طلعت فتره جروس كنت اداه مجلس الاداره ان هم يطفشوا جروس وتقنعنا احنا بحاجه زي كده، واحنا عمرنا ما شاركتنا، احنا مش دماغنا يعني كلامنا من دماغنا. ما ينفعش تطلع تقول ان جروس مخلص في نادي تاني. انا عارف هو ما كانش مخلص ولا نيله، بس هي كانت ايه، انت عشان تكمل الحبكه واللعيبه ما تستضيف ناس تقول اللعيبه ما تسمعش كلام جروس ما اعرفش ايه. الموضوع قديم، بس دي كانت يعني ايه، اخر حاجه قطمت الدنيا معاك. طبعا فتره مرتضى لما كنا، مش فاكر كنا في الكونفدراليه احنا وخرجنا، والله ما فاكر يعني. كنت بتقول ان بطولة افريقيا الدوري اسهل، الدوري اصعب من بطولة افريقيا، والكونفدرالية اصعب من بطولة افريقيا، الشامبيونز يعني مش الكونفدرالية. بتقول ان الشامبيون سهلة والكونفدرالية سهلة والدوري والكونفدرالية صعبة والدوري صعب. السنة دي طبعا كلامك ده صح مش صح يعني، هو طبعا شامبيونز ايا كانت اصعب، وايا كانت الانديه اللي فيها اقوى، و- وبطولة يعني الكونفدرالية بطولة برضو، بس طبعا فرق كبير قوي في الأندية المشاركة فيها. ما ينفعش بقى السنة دي بعد ما أيام مرتضى كنت بتعظم في البطولة وبتقول عليها كلام، تطلع تقول إن الزمالك يبقى عيب عليه لو ما كسبش الكونفدرالية. إيه يعني إيه يبقى عيب عليه؟ يعني غير انتقادك الفني على اللعيبة وتعليقاتك على اللعيبة، هو أصلا كلام حضرتك مش فني خالص.
يعني انت اصلا مالكش علاقه فنيات. يعني انا عارف، شوفك حضرت لك يعني، كنت بتحلل فتره كده في قناه 10 او حاجه، تحليل بقى كروي. مفيش بجد والله خالص، يعني مفيش اي حاجه معلومه الواحد يستفيدها عنك من الماتش. كل اللي بتتكلم فيه بتقطع في اللعيبه، وطلعت قلت رايك في البيلن انه مش بيلن، وبعد كده نزلت بيلن بتاع سموحه، قلت ده احمد حمدي ليه مالوش بيلن وما اعرفش ايه. بعد كده لما شفت الفيديو طلعت دايما ما بتشوفش، ودايما بتمشي ورا الناس، ودايما بتقرا وبتقول، ما عندكش، ما اعرفش بقى والله. يعني انت كحضور او زيرو، كحضور زيرو يعني، ومش متذاكر، مش بتذاكر الحاجة، وانت المفروض اعلامي نوعا ما، صحفي، بتتشاف، ليك مصادر، معلوماتك ما بتذاكرش عليها. في اعلاميين كتير علينا عليهم تحفظات، بس على الاقل بيذاكروا وما بيقولوش اي كلام. انت كل حاجة بجد يعني بقيت مادة للسخرية على كل السوشيال ميديا، سواء اهلاوية او زملكاوية. حتى الاهلاويه يعني مش معتبرينك عدو مثلا، او مش معتبرينك ان انت حد ضد ناديهم. عشان كده بالعكس تلاقي اهلاويه بيقابلوك يتصوروا معاك وبتاع عادي، ما عارفين انت عملت ايه، انت ضريت النادي اكتر من الاهلاويه. انت كنت واحد بتطلع بتنفذ كلام رئيس مجلس الاداره، وعكس حتى ما الجمهور عايز. اطلع هاجم على اللعيب ده، يطلع هاجم شيكابالا، هاجم احمد الاحمر، تهاجم. فكابتن خالد يعني، يعني لو في، يعني انت الواحد بيكبر والسن بيعدي، فلو تقدر يا اما ما تعلقش، يعني ما تزودش كراهيه اكتر من اللي موجوده. تمام، انا خلاص قصه انك زملكاوي او مش زملكاوي دي خلاص، ده تاريخ بقى وده قدرنا. بس حاول على الاقل تبقى منطقي، منطقي، وتفكر قبل ما تقول الحاجه. عشان ما ينفعش انت 20 سنه اعلام ولا 25 سنه اعلام، معرفش بقالك قد ايه في الاعلام وده الناتج يعني. على العموم في طبعا وفي ناس كتير طبعا الواحد عايز يتكلم عليهم او يقول عليهم، بس هو مش وقته، لان احنا داخلين على ماتش مهم. يعدي على خير، وهيبقى الواحد ممكن يعمل فيديو تاني او حاجة تانية يقول فيها رأيه بخصوص الناس اللي بتهاجم لعيبة معينة او بتتكلم على لعيبة معينة او معرفش ايه. بس احنا دلوقتي ورانا ماتش مهم، عايزين نخلصه ونعديه، وان شاء الله آه، بعد اسبوعين نبقى احنا ابطال الكونفدرالية، وربنا يكرم باذن الله. وبتمنى يعني ان الواحد يكون قال وجهة نظره نوعا ما في الفترة اللي حصل، الحاجات اللي حصلت في يومين كده، بشكل ما يكونش تقيل على قلب اي حد. شكرا.